سوفت مميز ينفع لكل الاجهزه. الصن بلس 1506 تي في، فلاشه 4 ميجا، واي فاي داخلي مش فلاشه 8 ميجا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شرحاء بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. جايلك النهارده بموضوع سوفت وتحويل جميل لكل اجهزه الصن بلس 1506 تي في، فلاشه 4 ميجا، واي فاي داخلي. الجهاز اللي معانا النهارده داكي 4 ميجا واي فاي داخلي وسوفت محترم وسوفت جميل هتدعي لي عليه. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكثره كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. الجهاز اللي معانا النهارده الرويال 8000 سيلفر، عملنا له سوفتات وحاجات ومحتاجات جميله قبل كده، ولكن النهارده جاي لك في سوفت جميل لسه نازل جديد للاجهزه الواي فاي. الجهاز اللي معانا USB 1 عشان خاطر واي فاي داخلي، فلاشه 4 ميجا، صن بلس 1506 تي في او اتش في داكي مش ام. فعايزك تركز معايا لان في اجهزه واي فاي داخلي تبقى الفلاشه 8 ميجا والرامات 512. الجهاز اللي معانا فلاشه 4 ميجا مش 8 ميجا. بنبه في اول الشرح عشان خاطر يبقى الناس كلها عارفه. هنوصل الجهاز سوفت محترم، سوفت جميل سريع، حاجه جميله ولسه باصدار جديد. يلا نوصل الجهاز ونتابع ونشوف السوفت الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه. هنخش اول حاجه بقى لسه الجهاز على وضعه الاصلي. هنخش منيو. طبعا ده السوفت الاصلي بتاع الجهاز اللي شغالين عليه النهارده. لو نزلنا هنا كده على النسخه هنلاقي الجهاز بتاعنا 1506 تي في والواي فاي تحت 8188 اف، يعني واي فاي داخلي، فلاش 4 ميجا. هنرجع باك ونخش على التحديث. طبعا السوفت هيبقى عن طريق اليو اس بي، وهننزل على السوفت ونعمل ايه بسم الله. طبعا هنصبر بقى لحد ما الجهاز يحمل. طبعا اجهزه الداكي او سوفتات الداكي اي سوفت يعني مش لازم تبعت لي سوفت الجهاز بتاعك عشان اعدله، كل الاجهزه بتقبل السوفت. بس هنا تنبيه زي ما قلنا، الاجهزه اللي معانا النهارده صن بلس 1506 تي في، 1506 اتش في، فلاشه 4 ميجا، واي فاي داخلي مش فلاشه 8. بننبه تاني مش فلاشه 8. لو اديته لاجهزه الفلاشه 8 هياخده وهيطلع لك الرساله بتاعه الجهاز غير صالح. فنخلي بالنا من الحاجات ديت. الجهاز بيسحب معانا السوفت تمام اهوت. هنصبر لحد ما الجهاز يسحب السوفت ويفتح لوحده ونشوف بقى مع بعض السوفت الجديد. طبعا سوفت اجهزه الترومان طبعا اجهزه محترمه ولها الدعم. اول حاجه كده بقى نخش اوكي كده، وزي ما حضراتكم شايفين جمال المنيو والقوائم الجديده، حاجه عظمه، حاجه جميله. هل في تكبير الاشاره؟ مفيش فيه تكبير الاشاره. اول حاجه كده هنخش منيو، وزي ما حضراتكم شايفين منيو رائع، منيو جميل، منيو جديد لسه، حتى السوفت لسه بتاريخ جديد. اول حاجه كده هنخش على الضبط، هننزل على النسخه، هنلاقي الجهاز معانا اتحول من فوق اهوت 1506 اتش في، يعني كان 1506 تي في بقى 1506 اتش في. وعندنا تحت واي فاي داخلي وتاريخ السوفت لسه حديث. هنرجع باك، هنخش على تكوين الشبكه. جهاز بيدعم معانا اليو اس بي كابل واللان والواي فاي. ولو دخلنا على اخرى هتلاقي الجهاز بيدعم اللي هو الاختصارات بتاعت الوان اللي هي في الريموت. اتكلمنا عن الموضوع ده كتير. هنرجع باك. طبعا بيدعم لوجو شانل. والخيار الاخير ده لو عملناه، الاختيار اللي تحت ده هيقفل معاك النت خالص الواي فاي. فخلي بالك ده لو انت هتركب فلاشه واي فاي خارجيه لا قدر الله، لو الجهاز الفلاشه الداخليه باظت بتخليها على الاختيار الثاني ده، وبعد كده بتركب الفلاشه عادي بتشتغل. لكن طول ما هي شغاله بنخليها على ايه الاختيار الاولاني. هنرجع بقى نوصل كده الواي فاي ونشوف مع بعض ايه الاضافات في السوفت الجديد ده. بعد ما كتبنا الواي فاي وطلع لنا رساله نجاح الاتصال هنرجع باك. طبعا الجهاز بيدعم معانا اضافه ريموت جديد، خاصيه الريموت الجديد في الجهاز اهوت، واي بي توسات مفيش جديد. يعتبر شكل المنيو حاجه جميله. ولو دخلنا هنا على الوسائط هنضغط 1506. الجهاز بيدعم معانا جي شير بلس فيرجن جديد والشيرنج والديكيو كام. ولو دخلنا هنا على الاختيار ده هنلاقي الجهاز بيدعم، هو ده الحاجات اللي هي نازله مع الجهاز. هنرجع باك. يعني يعتبر من وجهه نظري عليه احدث اصدار لليوتيوب. هو شكل المنيو واصدار حديث واليوتيوب شغال عليه والمنيو كله اتغير، يعني الجهاز كله اتغير، ولكن ما فيش فيه اضافات كتير كنا منتظرينها في السوفت الجديد ده.
وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. كان سوفت محترم وتحويل جميل، وزي ما شفت في الشرح كده حاجه جميله، شكل المنيو، اضافات جميله، سرعه في الاداء، سرعه في التشغيل. يا رب تكونوا استمتعتوا بالشرح واستفدتوا من السوفت الجميل ده. ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. طبعا سوفت مميز ينفع لكل الاجهزه. الصن بلس 1506 تي في، فلاش 4 ميجا، واي فاي داخلي مش فلاشه 8 ميجا. وطبعا كان سوفت مميز وسوفت جميل. انتظرونا في سوفت وشرح قادم. هيبقى في سوفت كمان لنفس الجهاز ده ونفس المعالج ده، هنحوله للسيناتور 3 وحايد بلوتوث واي فاي داخلي. هيبقى نشوف برضو هل سوفت ده اقيم بتاع ترومان ولا سوفت السيناتور. انتظرونا في القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واعزائي شرحاء بالانسات في كل مكان.